انت رخيصة ما تعرفي تربين بنتك، انت رخيص متعود على الرخص وما تعرف تربي بناتك. ارحمونا كمجتمع، ما عندنا استعداد نشوف المناظر ذي. عندنا عيال بنربيهم وعندنا بنات نبغى نعرف كيف نحواهم زي الناس ونخليهم مشرفات في المجتمع. ما حد عنده استعداد يخلي بناته رخيصات في الشوارع، ولا يمسكون فيهم رجال ويعزمونهم على قهاوي. الصور الرخيصة سواها في بيتك، لا عاد تورينا اياها. احوى بنتك زي الناس ولا ترى بنحويها لك، ما احنا عجزانين. حياك الله. والله أول شيء يعني أنا ما عندي كلام يعني في الفكرة اللي أنت تطرحينها، ولكن للأمانة اللي ودي أوصله لك، أنا أتابعك من فترة. إنسانة للأمانة يعني مثقفة، إنسانة يعني محتواك جميل جدا، إنسانة مشرفة للبنت والمرأة السعودية، إنسانة يعني الواحد للأمانة أنه يتمنى أنه كثير من بناتنا ومن بنات جيلك أنه متواجدين بهذا الشكل وبهذا الطرح وبهذه الثقافة وبهذا التميز. وأنا أعرف أنه هذا الكلام يعني ما راح يعني يزودك شيء ولا أنت محتاجة تسمعينه، والاضطراب وجه الشخص يعني ما يفيد. ما ذنبه ما ولكن ذنبه سميه. ما ذنبه انك تمدح الشخص في وجهه يعني. لا أنا قلت لك من البداية طال عمرك، أنا الكلام مش موجه لك للأمانة، أنت إن شاء الله أنك في غنى عن هذا الكلام. أنا أتمنى الجميع يحذو حذوك للأمانة، في الأدب وفي الخلق وفي الثقافة وفي ال أشياء كثيرة للأمانة الواحد يتمناها. اللي قاعدين نشوفه شيء سيء وشيء لا يمثلنا ولا يمثل عاداتنا ولا تقاليدنا. يعني الواحد يتمنى انه يشوف هالبنت السعوديه، هالبنت اللي متربيه على الدين والثقافه والعادات والاشياء الجميله هذه، انه يكثرون ويشوفون بكثره، وكل ما يروح مكان يشوف هالشيء الجميل للامانه. وارجع اقول انت مو محتاجه، ولكن انا توصل هالرساله للمستمعين ولا للناس اللي يسمعون الكلام هذا. ترى هذا الناس احنا اللي نحبهم، احنا نتشرف فيهم، احنا اللي يعني نفخر فيهم، ودنا انه يعني الوقت اللي مثلا الواحد يقضيه على البرنامج يدخل في بث مثل هذا